اللي يخلي حد يعمل اعلان لمنتج او خدمه وتوصل للشخص اللي عايز المنتج او الخدمه دول وبرضه ما يشتريش؟ وايه علاقه ماسلو بالاهرامات؟ بص يا ريس، لازم تكون عارف تفرق ما بين 3 حاجات اساسيين: النيد والوانت والديماند. النيد هي الاحتياجات الاساسيه للبشر، ودي ماسلو لخصها في 5 مستويات اساسيه. اول حاجه الحاجات الفسيولوجيه، ودي الحاجات الاساسيه مش محتاجه حاجه يعني، زي الاكل والشرب والنوم، ودي اللي بيشتغل عليها دايما المطاعم والكافيهات والفنادق. تاني حاجه الحاجه للامان، زي الامان الاسري والوظيفي والصحي، ودي اللي بيشتغل عليها دايما شركات التامين ومواقع التوظيف. تالت حاجه الحاجه للانتماء او الحب، ودي انك يكون ليك اصدقاء والناس بتحبهم ويحبوك، ودي اللي بيشتغل عليها دايما مواقع التواصل الاجتماعي والديتنج ابس اللي هي تطبيقات المواعده يعني. يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. 4 الحاجه للتقدير، زي الثقه بالنفس والاحترام من الغير والانجاز، ودي اللي بيشتغل عليها دايما مواقع توظيف ومنصات زي اللينكد ان. تحقيق الذات، زي انك تطور من نفسك وتحقق حلمك، ودي اللي بيشتغل عليها شركات الكورسات والشركات بتاعه البرامج الابداعيه زي ادوبي مثلا. تاني حاجه او تاني مستوى هو الوانت، وهو انك تكون عايز حاجه معينه وتفضلها عن غيرها. زي مثلا لو قلنا ان الحاجات الاساسيه او الفسيولوجيه الاكل والشرب، فانك تكون عايز تاكل مثلا حواوشي من عند رفاعي او مانجا من عند فرغلي، ده اسمه الوانت، انك تكون عايز حاجه وتفضلها عن غيرها. طيب ايه هو بقى الديماند؟ الديماند هو الطلب، انك تطلع فلوس من جيبك وتبدا تروح تشتري الحاجه دي، ودي الغلطه اللي بيقع فيها البيزنس اونرز والماركتيرز. ممكن يجيبوا منتج محدش محتاجه اصلا، او يجيبوا منتج الناس محتاجاه بس في منافس بيقدم نفس المنتج او الخدمه بسعر اقل وكواليتي اعلى، او انهم يجيبوا منتج او خدمه الناس محتاجاهم وهم احسن من المنافسين في الكواليتي والسعر، بس الجمهور ما عندوش القدره الشرائيه ان هم يشتروا المنتج اصلا. علشان كده قبل ما تبدا تبيع منتج او خدمه لازم تكون متاكد ان عندك ال3 حاجات. اول حاجه المنتج بتاعك او الخدمه بيشبه حاجه عند الناس. تاني حاجه لو انت نزلت المنتج ده الناس هتفضلك عن المنافسين. تالت حاجه الناس اللي انت رايح لهم عندهم القدره الشرائيه ان هم يشتروا المنتج ده. قول لي المنتج او الخدمه اللي انت بتبيعها في الكومنتات وانا هقول لك معلومه او تip بسيطه ازاي تقدر تبيع المنتج او الخدمه دي. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان يجي لك كل جديد. مع السلامه.